طيب، الجزء 17 اللي راح نخلص فيه E4 D6 الضرورية وبيشب G5 والخيارات الثلاثة. لاحظوا اني طولت في الاي 4 لان اكثر شيء يلعب. شفنا النايت بي 7 شابتر كامل، وشفنا الاتش 6 اللي راح نخلصه في هالجزء، وبعدين المقطع الجاي راح ابدا في التبييت ضد بيشب جي 5 كخطوة. التعمق فيها قد يكون ممل شوي، بس مليان افكار، وراح يعني يثري مخيلتكم وذاكرتكم عن الجيم لما تلعبون بالقطع السوداء. وراح تتذكرون الكلام هذا لما تلعبون بطولة او جيم اونلاين وتفوزون باذن الله. راح تتذكرون الاشكال اللي انا استعرضها في هالشروحات. كمل البلاك بالاتش 6 بشب اي 3 نايت جي 4 بشب سي 1 سي 5 دي 5 وبشب دي 4. طبعا هجوم فتاك، لكن رد عليه النايت اتش 3 وما صار شيء. اي قطعة تاخذ بياخذ النايت. الفيل ما عاد يقدر يشوف النايت عشان يضرب عليه. يعني انتهينا. لكن الاشكالية وين؟ انه هذا نهاية اللاعب الاسود. الحين قدم القطع يعني بمغامرة وهجوم وفي تهور، ما استفاد شيء. رد عليه اللاعب الابيض نايت اتش 3 يحمي، والحين البلاك ضيع وقت. فعنده رد الآن بلاك يقول ينوات بمركز الفيل هذا وخليه هجومي بدلا عن دفاعي، وهذه الاي 5. في غيرها النايت اف 6. خلونا نكمل اولا مع الاي 5. دي تيكس اي بيشب تيكس اي، او اقول لكم الافضل خلونا نشوف نايت اف 6 عشان نخلص منها، وبعدين نرجع لتكملة الاي 5. لو رجع بالنايت قال انا خلصت مشواري، حطيت النايت على الاتش 3، اي حركة راح اخذ حصانك وادبل جنودك على الاتش، الغي اي هجوم محتمل بالقلعة ولا بالبونز على ملكي، على الاقل لو مؤقتا. القلعة ممكن تجي على الجي، او يقعد يدف جنود على الملك اذا بيت هنا. فالنايت يقول انا خلصت وراجع للاف 6. في على طول كوين دي 3 يلعبها اللاعب الابيض، وعنده اف 3. اف 3 عندي البيشوب تيكس نايت، وعندي كذلك طلعت النايت على الاي 6 يرجع على السي 7. ما هي حلوة مرة، وبنشوفها تتكرر في تفريعات اخرى. البيشوب ياخذ اذا طلع الاف 3 يدبل كوين بي 6. لاحظوا الضغط على البي 2. النايت ما يقدر يهاجم الكوين لانه بتطلع على البي، وكذلك بكش. فالنايت بيقول ببلك، وفي نفس الوقت اهاجم فيلك الخطير هذا اللي مزعجني في وسط البورد. A6 تهاجم النايت، نايت تيكس سي تيكس. مو مشكلة، خسرنا فيلنا، بس الحين بنشوف كيف نسيطر على السنتر. B3 A5. اما انه يتخلى بالدي وياخذ وناخذ ونقدر بعدين نقدم الاي 5 وانتهينا، او يثبتون جنودي مسيطرين على السي 3 والاي 3. هذا واحد من التفريعات. نرجع الى البوزيشن الرئيسي ونقول بدل الاي 5 هنا نايت اف 6 كوين تو دي 3. هنا يجي النايت بي 7. طبعا ما هي حلوة اللعبة هذه. اف 4 لان النايت هنا معيق للفيل
معيق حتى الفضاء الوزير، مع ان الوزير ممكن يطلع على البي 6. اف 4 يلعبها اللاعب الابيض، كوين بي 6، وهنا النايت بي 5 واللاعب الابيض متقدم كثير. فهذا القصة. لو قلنا الحصان يقول انا طالع بزيادة وابي ارجع، ما ابي العب اي 5 الحين، خلاص سويت اللي علي، برجع واحتمال اخذ الحصان على الاتش 3 بالفيل اللي عندي. قطعة مطورها اللاعب الابيض اخذها بقطعة ما تطورت واخذ تمبو عليها او شبه تمبو. طيب قلنا نايت اف 6 شفناها وشفنا وش الشكل اللي ممكن يطلع منها. الان بنشوف اي 5، دي تيكس اي 6، ما راح يسمح لي يثبت البشب، وبعدين لو اخذ الفيل الخطير هذا اللي لازم ياخذه يسمح بجنود متصلين، فلازم ياخذ الان امبسانت. لو ما اخذ وقلنا لعب نايت تو بي 5، قال بتخلص من البشب في اسرع وقت. عندنا نايت تو اف 6 يهاجم الاي 4، انكشف اللاعب الابيض، طلع النايت من السي 3، ما يصلح الكلام هذا. ف عليه ضغط، مضطر يلعب اف 3. الان بشب تيكس، الان بشب تيكس يدبل الجنود، شرحنا فكرتها. وبعدها نايت تو اتش 5 جاي وراح يضغط الفيل هذا، ما يقدر يربط نفسه طول الجيم على الاف بسبب جندي، ما يقدر يرجع الاي 2 بعد ما يجي النايت على الاف 4، مضطر ياخذ بالفيل هنا. واللاعب الاسود يسيطر على المربعات السوداء، عنده فيل جبار، سكينة في وسط البورد. فهنا الرد على الاي 5 انه يلعب نايت بي 5 عشان بس يغتال الفيل هذا، شفنا انها غلط واللاعب الاسود يتقدم في الجيم. فالرد هو الدي تيكس اي 6، بيشوب تيكس اي 6، بيشوب اي 2 يهاجم الحصان. الان في مسارين. اول مسار قبل البيشوب اي 2، خلونا نشوف الابيض الحين اخذ، يقدر يجرب يلعب نفس اللعبة نايت بي 5 من جديد، برضو لا. ليش؟ نايت سي 6، نايت تيكس دي 4، نايت تيكس دي 4. يجي النايت مثلا خلاص طالع من السايد يبي يلعب، يروح على الاف 4، كوين اتش 4، ضغط رهيب. جي 3، كوين اف 6، جاي الجي 5، الضغط على الاف 2 لازال. بيشوب اي 2 يهاجم الحصان، نايت اي 5، الان الضغط على الاف 3، جاي الجي 5. ف مسألة انه يلعب نايت بي 5 للمرة الثانية ما تنفع. بعد بيشوب تيكس اي 6، بيشوب اي 2 يهاجم الحصان. ترجع لنا الفكرة اللي تونا شرحناها او اللاين اللي تونا شرحناه بس بشكل مختلف، كوين اتش 4، الابيض يبيت، نايت سي 6، نايت تو دي 5، تبييت طويل. طبعا شايفين انتم تهديد النايت جاي على السي 7 غير محمي. الكينج ممنوع يطلع على الدي 7 لانه في قطع والجيم ما انفك وجاي في وسط البورد. افضل للسي 8 وبعدين يطلع على البي 8 بسرعة بدل الدي 7. روك موف، ملك يرجع على السي 8 بعدين على البي 8. ليش يضيع وقته؟ يبيت افضل، ومتى ما احتاج يطلع على البي 8 يطلع. فيبيت طويل بسبب ان هذا صار هجومي الجناح، الجنود مفككين، الفيل ممكن يروح يعني ياخذ حصان قريبا او يتحداه الفيل، فما عاد صار يقدر يحمي الملك. الاتش 6 طالع الان، ما عاد هو بمكان للتبييت الا في ظروف ضيقة. والان بعد التبييت بيشوب تو اف 4. بدل البيشوب تو اف 4 الابيض عنده فكرة ثانية، يبي يلعب نايت تو اف 4، نايت من الدي للاف 4، نايت دي اف 4. تمام. يقول والله فكرة، انا ممكن احشر الكوين وافوز فيها
بدينا نضغطها ونضيق عليها، نخنقها بالمساحات. نقول نايت جي E5، النايت ياخذ الفيل E takes، كينج H1 يبي يلعب F4، لازم يفك البن. G5 يمنع ال F4 او يصعبها. F4 لعبة anyways، بس ياخذ نايت تيكس F4. والان روك دي F8، بشوب D2. والان زي ما انتم شايفين يعني الروك جاية على الجي 8، تضرب على الجي 1. الوزير، حتى الوزير شايف الاي 4. النايت متشعب وجاي يعني في كذا سكوير. الفيل قوي. من تتوقعون الافضل؟ بطبيعة الحال الافضل اللاعب الاسود هنا، والسبب انه بعد التبيت الطويل بدل ما يلعب بشب F4 لا، لعب نايت دي F4. فنرجع هنا ونكمل انه غالبا يبي يطور الفيل، يبي يربط القلاع. الوزير يبي يتحرك، يبي يتنفس اللاعب الابيض وينتشر، فغالبا بيلعب بشب F4 وهي اللعبة الصحيحة. هنا G5 يهاجم الفيل، الفيل يرجع، الوزير يرجع على H5. ما هو يعني الشكل اللي يناسب اللاعب الأسود. روك B1، طبعا الوزير هنا مربوط، وزير وفيل يهاجمون الحصان، وزير يحميه. الF5 شوي صعبة، يعني تقريبا اللاعب الأبيض أفضل. بعد روك B1 شايفين اللاعب الأسود انتهى الأتاك حقه. وهذا كله يرجع إلى تسلسل شفنا فيه بدائل وأخطاء. من وين؟ من E4 D6 بشب G5 H6 بشب E3 نايت G4 بشب C1 C5 ولا E5. هالمرة شفنا C5 D5 بشب to D4 الجديد اللي فيها الجيم، نايت to H3 يحمي، وبعدين E5 او نايت to F6. كلها شفناها كيف يستمر الجيم معها، هي الخطوات البوبيلر، وكيف يستمر الجيم معها، وكيف ان اللاعب الاسود ما يستفيد. والمغزى من هذا كله ان تفريع بيشوب G5، اذا جينا نناقش الخطوات اللي ممكن يلعبها الاسود، نايت BD7 وقلنا سيء، H6 وقلنا سيء. التبييت الان راح نشرحه في الجيم الجديد. انا يعني ادري انكم تتساءلون تقولون ليش يا موسى تورينا الاخطاء او التفريعات السيئة، لانها راح ترسخ في ذاكرتكم، وفي نفس الوقت هي بتوريكم اشكال جديدة، اشكال هي بتمر غالبا في الاستراكشر هذا، فبالعكس تضيف لكم. لكن دائما حددوا او اعرفوا الفيديوهات اللي فيها تفريع سيء من الفيديوهات اللي فيها تفريع كويس للاعب الاسود. يعني لا تتشتتون ويضيع انتباهكم. فراح نرجع للشكل هذا واوريكم التبيت اللي هو احد خيارات اللاعب الاسود المهمة. ونقول على ال H6 انت كنت ضروري لما ما كنا نشوف ال E4 كنا نشوف بيشوب G4 بدون D6 وبدون E4، بس بيشوب G5 عفوا يجي نطلبه بال H6 في بعض الحالات. فالآن نايت BD7 H6 ما تنفع، شفناها من جميع الجهات ما تنفع. بنشوف التبييت في الجزء القادم.